مشكلتي من 30 سنة. اتعب اروح للدكاترة يدوني علاج، انا حاسس ان هو سم مش علاج، يعني يخليك تخف من حاجة وبقية الاعضاء كلها تتعب. المستشفيات الحكومية بتعاملنا زي البهايم، مش بني ادمين. يكشف لك وانت واقف، يكشف لك وانت قاعد، يسمع منك كلمتين ويديك علاج. انا بطالب ان انا اخش مستشفى نظيفة يتعالج فيها من اولي لاخري، اتحجز فيها حجز، اتحجز فيها واطلع منها سليم، ما بقاش عامل كده عندي 46 سنة وشكلي عندي 100 سنة. سليم في زمن ولا في اخ بينفع اخوه ولا عم ولا اي اهل. انا تعبت في البيت، كنت بصرخ من الوجع، من الغضروف، دايس على عصب الرجل اليمين والشمال اكنه كسر، وجع الكسر نفسه. ولا لقيت اخ ولا لقيت عم ولا لقيت قريب ولا لقيت جار، يعني وصلنا حتى الناس كلها ما حدش بيعبر حد. اوجه للرئيس السيسي، انا كاتب له هنا: سليم بعد ربنا، انقذني يا رب، انجدني يا رب، انجدني يا سيسي يا ولي الامر، ولله الامر من قبل ومن بعد، وحياة عينيك اللي حلفت بيهم لكل مواطن مصري. في مواطن مصري بقاله 30 سنة بيتعذب من جوع، من اكل، من تمريض، من علاج، من شغل، من سكن، من جواز، لحد دلوقتي ما اتجوزش، مش عارف يمسك قرش. الجواز دلوقتي بقى بالانطار، لازم يكون معاك فلوس قد كده عشان تاخد واحدة تبهدلك، ولو اتجوزت خلف ازاي انا في الزمن ده؟